بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه يا أصدقائي؟ أتمنى تكونوا في أفضل حال يا رب، وصحة وسعادة وهنا وراحة بال، ودايما كده يا رب زايدين مش ناقصين بإذن الله. واللي بشوفني الأول مرة، أنا أختكم في الله أم مرمر من صعيد مصر. لو عجبتكم قناتي وفيديوهاتي فضلا وليس أمرا منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي في الصعيد بإذن الله. طبعا بقى واضح قدامكم يا أصدقائي، هنتكلم عن فيديو ايه النهاردة هنتكلم عن محشي الكرنب. هنعمل مع بعض، عملته معاكم قبل كده بطرق مختلفة. لو حبيتوا تشوفوها زوروا القناة وشوفوا فيديوهات الكرنب بكذا طريقة. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، وأتمنى طريقتي تعجبكم. طعمه جميل جدا. أنا لحد دلوقتي ما سمعتش حد ما بحبش الكرنب. كل الدنيا معشوقة، الملايين كل الدنيا بتحبه وبتحب طعمه. بنستناه بقى من الشتاء للشتاء، بيدفينا كده في الشتاء. طعمه خطير جدا. أتمنى تجربوا طريقتي بإذن الله. البداية بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. بدايتي بقى يا جماعة، هنسلق الكرنبة. حطيت الحلة بتاعتي على النار وحطيت لها مية، وحطيت معلقتين ونص من الملح الخشن، وغطيتها بقى لحد ما تغلي معايا. دلوقتي بقى هجهز الكرنبة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. بشيل بقى الورق الأخضر اللي أنا في الآخر في مية السلق بحطه في مية السلق لحد ما أخلص التخديعة بتاعتي، وبعد كده بطلعه وبفرش بيها الحلة اللي أنا هحشي بيها الكرنب، هحشي فيها الكرنب. المية غلت زي ما انتم شايفين كده. بحط بقى نص معلقة كمون عشان خاطر بقى القولون والانتفاخ، وانتوا عارفين الكرنب بيعمل انتفاخ قد ايه. اول ما غلت بقى يا جماعة حطيت الكرنبة بتاعتي، ودي خطوة مهمة جدا عشان خاطر كده الورقة ما تتقصفش معاكي بتاعت الكرنب. لما تاجي تفكيها كده تطلع ورقة سالمة كده من غير ما مقصفة ولا مقطوع منها، لا. بتبقى حلوة جدا وتطلع معاك بكل سهولة. فكيتها بقى وطلعت كل الورق من الكرنبة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وحطيته في مية السلق يدوب دقيقة واحدة بس، يغلي دقيقة واحدة واطلع واحط غيره عشان خاطر ما يتهريش معايا. لو اتهرى معاكي بقى مش هتعرفي تحشيه كويس، فلازم ضروري ضروري تسلقيه نص سلقة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. بطلع بقى واحط غيره مجرد دقيقة، اقل من دقيقة، واطلعه على طول. هو ورقه ما بيستحملش. بخلص كل كمية الورق زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بطفي النار على المية واحط الورق الاخضر فيها واسيبها بقى مع نفسها بقى لحد ما خلص التخديعة بتاعتي. وبعد كده برجع لها بجيب الورق الاخضر وافرش بيها الحلة بتاعتي. دلوقتي انا قطعت 3 بصلات زي ما انتم شايفين كده، وحطيتهم على النار في الحلة. حطيت بقى اللية، ودي ضروري ضروري. انا ما بعملش الكرنب من غير اللية. طعم خطير جدا، خصوصا النهارده لا هنحط لا مرقة لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة. هي مرقة الماجي واللي هتطعم لي طعم الكرنب وتخليه جميل جدا. فالنهارده هنعمل بقى كرنب جرديحي كده حلو، طعمه جميل جدا. انا عن نفسي بحبه احلى ما يكون باللحمة او بالفراخ. حمرت البصلة واللي هي بقى فيها جواها ونزلت كل عصارتها. مقطعة الطماطم، ده حوالي 1.4 كيلو من الطماطم مقطعة قطع صغيرة. أول ما حمرت البصلة نزلت عليهم بالطماطم. حطيت نص معلقة سكر ونص معلقة كربونات عشان خاطر حدوقة الطماطم بقى. دلوقتي بقى هنقطع الخضرة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، غاسلينها كويس جدا. وامي دلوقتي بتقطعها بالمقص. تقطيها قطع صغيرة كده على قد ما تقدري بالمقص زي ما انتم شايفين كده. لازم بقى قطعة صغيرة على قد الرزاية بقى، ما تبانش كده الكزبرة والشمار، يبان كده ورقة كبيرة كده في محشي الكرنب.
هخلص بقى كل كمية الخضرة بقى، والخضرة بقى براحتك بقى، عايزة تحطي حزمتين ماشي، حزمة كزبرة وحزمة شمار، عايزة تحطي 3 2 4 اللي انت عاوزاه، بس ما تحاولي ما تكتريش من الشمار، كتري من الكزبرة. الكزبرة حلوة جدا بتديله ريحة حلوة جدا، انما الشمار يعني بيجي بانتفاخ بصراحة. انا هي حزمة واحدة صغيرة بحطها شمار وحزمتين كزبرة. شايفين الطماطم بقى في بهراسة البطاطس تهرسيها كده او بالمعلقة، او ممكن تضربيها، تجيب الهاند بلندر تديها ضربة بعد ما تستوي. بس هي حلوة، طعم الطماطم لما تقطيها قطع وتسويها على النار من غير ما تخلطيها بحدوقتها بتروح خالص، بدي طعم حلو جدا للكرنب. حطيت التوابل بتاعتي، حطيت ملح وفلفل وحطيت شطة وكزبرة. نزلت بقى بالخضرة بتاعتي وعلى طول وراها، مجرد ما اقلبها كده، ما تستناش بقى احط وراها الرز او العكس، ممكن تحط الرز الاول وراها الخضرة. بس اهم حاجة الخضرة ما تستويش على في الصلصة يا جماعة. تحطيها، مجرد ما تحطيها كده تحطي الرز على طول وراها. هقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وحط النار عليهم بقى واسيبهم بقى. طفيت بقى عليها البوتاجاز وسبتها بقى، نقلتها في صينية كيك عشان تتهوى معايا وتبرد معايا بسرعة. دلوقتي بقى قعدت بقى عشان اقطع الورق بتاعي، زي ما انتم شايفين كده بلف الورقة، ودي اسهل ما كنت بقطعه بالمقص. اسهل بكتير تلف الورقة وتطلع اللي في النص، وبعد كده تقطعيها بتلاقيه اسرع معاكي وبتعمليه بسهولة. هخلص بقى كل كمية الورق واجهزه. لازم بقى تقطع الورق وتجهزيه، وبعد كده تجيبي بقى الحلة بتاعتك وتبتدي تحشي. زي ما انتم شايفين كده بلفه واقطعه، بلاقيه اسهل بكتير ما كنت الاول اجيب المقص بقى واقص كل واحدة لوحدها. لا كده اسرع بصراحة. هخلص بقى كل الكمية واجهزها، وبعد كده هجيب الحلة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده جبت الحلة وحطيت فيها الورق الأخضر من تحت، وهحط له معلقة زيت زي ما انتم شايفين كده عشان ما يشعش معايا. وكمان معلقة زيت بحطها بقى للرز بتاعي، بديله لمعان كده للكرنب. صباع الكرنب كده تلاقيه فيه لمعان، بيبقى حلو وطعمه بيبقى حلو جدا. نبتدي بقى نحشي الكرنبة زي ما انتم شايفين كده. الورقة بقى ما تقفليهاش للجوانب، ما تقفليهاش خالص عشان خاطر المية كده والشوربة تدخلك لجوا تسوي لك الرز. سهل جدا وطعمه جميل جدا. انا من المحشيات اللي بحبها محشي الكرنب، اكتر محشي بحبه هو، والبيت هنا بصراحة كله بحبه. عندي اختي الصغيرة قبل ما تتجوز كانت على طول بتحب محشي الكرنب، عشان ما بتاكلش لا فراخ واللحمة، يا دوب ما بتاكلهاش غير بسيط جدا، ولا بتاكل سمك. فكانت على طول محشي الكرنب ده بجيبه ابويا ليها مخصوص. فتعودنا على طول يعني. ممكن نعمل مرتين في الأسبوع، مرة في الأسبوع دايما، طالما الشتا شغال والكرنب شغال. المحشي ده ما بتقطعش من بيتنا. بعد ما اتجوزت كده بنتي لما كبرت كده وتعودت ان كل ما بتاجي زيارة عندنا بتقول لا تعملوا لي لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، اعملوا لي محشي كرنب. فكل ما بتاجي زيارة هي وولادها بنعمل محشي الكرنب. فبنتي خلاص أخدتها قاعدة، خليتها طالما جاية يبقى في محشي كرنب، أول ما تلاقي جدها جاي بالكرنبة يبقى كده هي عارفة إن تاني يوم خالتها جاية. فحفظت على كده وتعودت على كده. بصراحة هي وصغيرة ما كانش بتاكل الكرنب خالص بنتي، إنما من ساعة ما خالتها بتاجي هي وولادها وبياكلوه تعودت تاكله، وابتدت تحبه. فمحشي الكرنب بحب اللمة بصراحة. بنعمله كده ونلم اخواتنا كده ونقعد ناكل. هو بحب اللمة وبتاكل في اللمة بصراحة. تجيبي كده الحلة وتفضيها وتخلصيها في وقتها. هو وسخن طعمه أحلى.
يعني هو وسخن كده يتاكل وتخلص الحلة أحسن من إنك تقعد لك كده للعشية أو لتاني يوم بايت بقى، يبقى طعمه مش حلو. بيكون بيتاكل وبيبقى حلو وكده، بس الأحلى هو وسخن. فهو صراحة طعمه جميل جدا وخطير جدا. أنا مش عارفة الناس اللي بتقول أنا ما بحبش الكرنب، إزاي ما بحبوش، مش عارفة والله. يمكن ما بحبوش عشان بيستحملوهوش عشان خاطر القولون مثلا والانتفاخ. فممكن تعمليه مسلوق، يعني ني في ني زي ما انا عملته قبل كده في القناة. ني في ني البصلة ما تحمريهاش نية، والطماطم والخضرة وكله ني في ني، بيطلع لك خفيف كده على المعدة، ما بضايقش في الانتفاخ ولا المعدة بتتعب منه ولا اي حاجة. فليه طرق كتيرة انك ممكن تعمليه من غير ما يتعب المعدة ولا يجيب لك انتفاخ. فأتمنى اللي ما بحبش الكرنب أتمنى يدوقوا. لو دقتوا مرة مش هتبطلوه خالص بصراحة. خلصت كل اللفان زي ما انتم شايفين كده، حطيت في نفس الحلة اللي أنا عملت فيها الرز. بعد ما فضيتها كده سبتها بقى، غطيتها وسبتها، حطيت فيها المية. بدل ما تستعملي حلة تاني، لا هي في نفس الحلة، وتاخد كده الشوربة بتاعت المية، بتاخد من كده من عصارة التخديعة كده، فاديها طعم حلو جدا. حطيتها على النار وحطيت لها ملح وما كترتش، وحطيت الشوربة ورقتين مرقة فوق الكرنب بتاعي بعد ما احشيه، واكب عليها المية. ولازم بقى تديها تحريكة كده الحلة عشان المية تدخل لحد الآخر كده، لحد تحت في الحلة، عشان ايه اول ما تغلي كده تقوم موطي عليها بقى، والكرنب كله يستوي سوا واحد. زي ما انتم شايفين كده وطيت عليه واستوى على نار هادية، سبته على نار هادية. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الصباع طالع ما فيش واحدة مهرية ولا اي حاجة، وطالع جميل جدا وطعمه جميل جدا، واتمنى تجربوه. وليه طرق كتيرة، وكنت عايزة النهاردة اعمله لكم على الكانون بتاعنا على الموجد، بس التصوير بقى وبصور لوحدي انا وامي، بنتي في المدرسة اللي بتساعدني. بس هعمله لكم قريب لما اعمله تاني واجيبه تاني، هعمله لكم على الموجد بتاعنا. طعمه حكاية، طعمه ما اقولكش عليه بصراحة، احلى بكتير بكتير من تعملي اي اضافات. لو عملتيه على كده بس على الموجد طعمه خطير جدا. اتمنى تجربوه، واتمنى فيديو النهاردة يعجبكم بإذن الله، والكرنب بقى تجربيه. واتمنى اللي ما اشتركش يشترك في قناتي ويفعل الجرس عشان يوصل كل جديد عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.